اسأل نفسك امتى حسيت انك عند مفترق الطرق؟ ايه القرار اللي اخدته وغير طريقك؟ هل كان عندك فرصة وضيعتها بسبب الخوف؟ في لحظة في حياتك لو عرفتها واستغلتها حياتك كلها هتتغير. لحظة واحدة بس بتفصل بين النجاح والفشل، بين الاستسلام والانتصار. كلنا مرينا بيها، بس السؤال الحقيقي انت عرفت امتى كانت لحظتك؟ والأهم، هل استغلتها صح؟ هل فعلا في لحظة فارقة بتغير حياة أي حد؟ ايوه، كل حد فينا عنده نقطة تحول، لحظة معينة بتخليه ياخد قرار مصيري بيغير طريقه بالكامل. اللحظة دي ممكن تكون واضحة جدا او تمر عليك من غير ما تحس بيها. وإيه اللي بيميز اللحظة دي عن غيرها؟ اللحظة دي بيكون فيها ضغط نفسي رهيب، مشاعر قوية، فرصة او ازمة. بتبقى نقطة بين خيارين، يا تقف وتواجه يا تهرب وتضيع الفرصة. طب إزاي ممكن أتعرف على اللحظة دي اللي ممكن تغير حياتي؟ اسأل نفسك امتى حسيت انك عند مفترق الطرق؟ ايه القرار اللي اخدته وغير طريقك؟ هل كان عندك فرصة وضيعتها بسبب الخوف؟ وإيه هي الأمثلة على لحظات غيرت حياة ناس بالكامل؟ قصة نجاح ستيف جوبز لما ساب الجامعة وقرر يركز على شغفه، دي كانت لحظة غيرت كل شيء. قصة تحدي، شخص تعرض لأزمة قوية جدا لكنها كانت الدفعة اللي خلت حياته كلها تتغير تماما. قصة ندم، ناس كتير كان عندهم لحظة تغيير لكنهم سابوها تضيع وندموا بعديها. طب إزاي أستغل لحظة التغيير بدل ما تضيع مني؟ اقبل التحدي وما تخافش من القرارات الكبيرة. اسمع إحساسك، ساعات اللحظة دي بتيجي على هيئة إحساس غريب، خد بالك منها وخليك مرن. الفرصة مش دايما بتيجي في شكلها المتوقع، لكن لازم تكون جاهز لأي تغيير في حياتك. في لحظة واحدة بس، إما تمسك فيها أو تسيبها تضيع. الفرق بينك وبين أي ناجح إنه كان مستعد للحظة دي. فكر كويس، أنت مستعد؟